بجوج مكونات فقط غادي تصاوبي احسن كريم للجسم، اقتصادي وفعال في الترطيب، كيفتح البشرة وكيعطيها النضارة الطبيعية والنعومة، لان فيه نسبة عالية من البروتين اللي كيغذي البشرة، كيعالج التشققات والجفاف، كيجدد الخلايا ديال البشرة وكيعطيها المرونة. الجلد كيمتصو بسهولة والقوام ديالو رائع. غادي نحتاجو 50 غرام من اي زيت متوفر عندكم. انا عملت خليط من الزيوت ديال الجزر، الجوجوبا، ارغان وزيت اللوز الحلو. غادي نحتاجو ايضا 100 غرام الودك او الشحم الحيواني اللي سبقت وحضرته معكم في فيديو سابق. غادي نذكركم بالطريقه بعجاله. غادي تجيبوا اي شحم حيواني سواء ديال الغنم، البقر، الابل او الماعز، تقطعوه لمكعبات صغيره وتوضعوه على نار مهيله، ومن بعد تضيفوا ليه القرنفل وقشور البرتقال باش تهرسوا الريحه ديال الشحم. من بعد ما يرجع اللون ذهبي صفيو الخليط، فاش يبرد تكونوا حصلتوا على الودك. غادي نديروه في كاسرونه يسخن على نار مهيله حتى يذوب على خاطرو. من بعد ما داب لينا الودك غادي نضيفوا ليه 50 غرام ديال الزيت. غادي نوضعوا الخليط في المجمد. من بعد ما جمد لينا غادي نطربوه مزيان بالميكسر حتى نحصلوا على قوام كريمي. من بعد ما حصلنا على قوام كريمي غادي نضيفوا 20 قطرة من زيت عطري او زيت اساس من اختياركم. انا استعملت عطر الكوكو والفانيلا. من بعد ما ضفنا الزيوت العطريه غادي نعقموا العلبه فاش غادي نوضعوا الكريم ديالنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكريم. القوام ديالو رائع وبدون رائحه الشحم، اما الترطيب ديالو عالي، كيرطب بعمق وخفيف على البشره. ممكن الا ما كانش عندكم متوفر العطر او الزيت الاساس ضيفوا المسك، حكوه وضيفوه للودك قبل ما توضعوه في المجمد فاش يكون سخون باش يذوب لينا المسك. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يكون نال اعجابكم والى اللقاء.